تعالوا النهارده نشوف عملنا ايه. النهارده عملنا رز كبسه بالبسله ومعاها اجنحه فراخ، ومعانا هنا سلطه دقوس وطحينه. وتعالوا علشان نعمل احلى اكله مع بعض. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اجنحه فراخ. معايا هنا طبق اجنحه اهو. طبعا انا غسلته وزي ما احنا بنعمل كل مره عم حطيته في محلول النقع، ليمون ودقيق وميه وملح. وهو كده نضيف زي الفل. لو انا مصفى حاطه في المصفى يتصفى تمام. هنعملها النهارده بالطريقه، فاكرين طريقه الوليمه اللي كنت عاملاها في دمياط؟ هنعمل بقى النهارده الاجنحه بالطريقه دي، لانها الطريقه عجبتني قوي فانا حبيت اجربها اكررها تاني. بس هنحط بقى شويه حاجات من عندنا احنا، صاحبه الوليمه ما كانتش عايزه تحطها. معايا هنا ده بسله وشويه جزر. هم مش كتير يعني، انا كنت حيشاهم من اكله بسله كده علشان اعملهم في الرز. ومعايا هنا بصل طبعا مقطعه، شويه بصل حلوين كده، حوالي 3 4 بصلات عاملاهم في الكبه. ومعايا هنا برضو طماطم متقطع ناعم، والبهارات بتاعتي بقى. ومعايا هنا برضو الصلصه لاني هحط صلصه. البهارات بقى مشكله هتشوفوها دلوقتي وانا بشتغل على طول. يلا بينا. معايا هنا حله صغيره مقاس 18 تقريبا، يعني انا قلت بدل المقلايه يعني هنزل فيها كده بحوالي 4 معالق زيت. مش هحط سمنه يا جماعه، انا حابه اعمل بزيت. تمام. هستنى بس اما الزيت يسخن شويه. هنزل كده بورقتين لورا وفصين حبهان اهو. هما كده خلاص قربوا يتشوحوا اهم. هنزل بقى عليهم كده برشه فلفل اسمر. اديهم تقريبا اهي. الواحد بس كان مستخبي كده على بقى الزيت ده. هنزل معاه كميه البصل دي، هنزل بنصها كده تقريبا. طبعا البصله بقى هتلم كل البهاريز اللي في الدهون دي والايه والزيت اللي تحت. لو حسيت ان هي عايزه يعني ايه شعره زيت كده، احط لها معلقه زيت واحده مش مشكله. هسيبها بس بقى ايه تتخدل سيكه كده وبعدين هرجع لكم تاني. يلا بقى ننزل بالبهارات. طبعا انتوا عارفين المعلقه بتاعتي الصغيره اهي، معلقه بابريكا. المعلقه حجمها صغير يا جماعه، يعني نص معلقه شاي. معلقه كركم. زيها كاري. نص بقى بسيط كده زنجبيل. وادي القرفه. نديهم بقى تقليبه كده مع البصله عشان يطلعوا الريحه بتاعتهم. مش هحط ملح دلوقتي، الملح هحطه في الاخر. تمام. معايا هنا برضه طماطم هنزل بنصها تقريبا. هما حوالي حبايتين طماطم كبار، فانا هاخد منهم بس يعتبر حبايه وهسيب حبايه عشان الرز. بس كده. دي بقى تقليبه. جربوا الطريقه دي بجد جميله قوي. انا لما جربتها وعجبتني حبيت اعملها تاني، بس على في شقتي هنا يعني عشان تشوفوها معايا. وتقدروا تعملوها باي حاجه في الفراخ يعني، سواء وراك سواء صدور اجنحه، اي حاجه في الفرخه يعني. هاخد بقى معلقه صلصه كمان اهي عشان ايه نعلي الطعم كده. لما تبقى تعوز ملح نحطها على بال ما تستوي يعني. هي الاجنحه ما بتاخدش وقت زي الحاجات التانية. احنا بقى ايه هنظبطهم كده وبس خلاص.
هنسيبهم بقى ما يسخنوا. هننزل بالبصل اللي معانا. برضه هنسيبه يتدبل بس وارجع تاني. نفس البهارات بقى بالظبط كده. كركم بس هنحط بقى ايه معلقه ونص صغيرين كده من دي في البهارات خالص، غير ايه بهارات الكبسه بس. لكن كل حاجه هناك زي ما هنا. هنا برضه هزود ايه حبيتين قرنفل كده وحبيتين 3 كده. وبعدين هنزل بالطماطم اللي معايا دي. واغطي عليها. تعالوا بقى شويه البسله اللي كنت قايلكوا عليهم، على فكره هم كانوا في الفريزر بس هيفكوا دلوقتي. هنزل بيهم اهم. بقى تقريبا هنسيبها بقى شويه مع نفسها كده ونغطي عليها عما الجزر كمان ده يفك وايه نرجع لها تاني. نحط بقى كمان برضو معلقه صلصه كده هنخليهم 2 اهم. نديهم بقى تقليبه كده ان شاء الله كده قربت تستوي خالص. ريحتها حلوه قوي ما شاء الله. ادوقها بس علشان الملح. نحط لها ملحه وبقى ننزل بالرز. الرز ده معايا رز مصري انا غسلته بسم الله. استخدمها بس شويه وهحطها على طول. دلوقتي بقى هنزل بالميه اهو بسم الله. بس كده ننزل بقى بالملح. الملح طبعا حسب الرز اللي انت حاطاه. وبعدين دوقي لو لقيتيه عايز حطي تاني بس كده تمام. كده احنا خلصنا. هشوفكم بقى ساعه التقديم. سلام. انا دلوقتي خلصت خلاص وغرفت اهو. انا عملت كده سلطه دقوس. طبعا ما عملتهاش في الفيديو ده طويل قوي وانا ما بحبوش طويل علشان ما تملوش وكده. فانا عملت سلطه دقوس. طبعا احنا عارفين سلطه الدقوس. ممكن ابقى اعملها في مره تانية يعني ان شاء الله معاكم. وغرفت الرز كده في الصينيه دي لان هو الرز ما ينفعش يتغرف غير في صينيه علشان ايه تعرفي كده تحطي الحاجات والجناحه عملتها على حواليه. لو عندك بقى شويه مكسرات يا سلام. انا ما عنديش غير زبيب فهحط شويه زبيب كده كترت اهو كده. وطبعا ما ننساش الطحينه. معايا طحينه برده هنا اهي. ودي الاكله بتاعتنا النهارده ان شاء الله. النهارده جمعه مباركه عليكم يا رب ان شاء الله. صلوا على النبي كده الله يقدر الصلاه والسلام وزيدوا على النبي صلى النهارده ان شاء الله. اتمنى تكون الوصفه بتاعت النهارده عجبتكم. عايزه اعدلها لكم كده كمان تشوفوها حلو اهي. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. واللي عجبه الفيديو يعمل لي لايك. واللي لسه ما عملش اشتراك يا ريت يعمل لي اشتراك علشان نكبر مع بعض. شكرا لكم لو بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي. يلا سلام.